ملك وحد كل الممالك وأنقذ شعب الله المختار. الفرس بجلوه لدرجة التقديس، واليهود لقبوه بالمخلص. فمين هو كورش الكبير؟ في بلاد فارس القديمة اتولد كورش مؤسس الإمبراطورية الأخمينية، وكان أول ملك يوحد كل القبائل الفارسية. صنع واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ، كان تحت حكمه 50 مليون إنسان، يعني نص سكان الأرض وقتها. وحدود مملكته كانت من أول مصر غربا لحد الهند شرقا، ومن قلب العراق جنوبا لحد حدود روسيا شمالا. بس الغريب مش إنه كان فاتح عسكري، الغريب إنه فتح كل ده بدون نقطة دم. ومش بس كده، ده كان محبوب من كل الشعوب اللي غزاها. طب إزاي؟ سنة 539 دخل كورش بابل وأسقط مملكة نبوخنصر. الطبيعي حرب، دمار، حرق، نار. لكن كل ده ما حصلش. أول فاتح سلمي في التاريخ أصدر مرسوم بحرية العبادة لكل الشعوب، كل واحد يعبد ربه بطريقته. ومش بس كده، رجع اليهود أورشليم وسمح ليهم إنهم يبنوا الهيكل من جديد، لدرجة إن سفر إشعياء بيقول عنه: هكذا يقول الرب لمسيحه، ملقبينه بمسيح الرب. هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي أمسكت بيمينه. ومن هنا لقبوه بإنه مختار من الله. البعض شاف إن هو أول واحد في التاريخ يحط وثيقة لحقوق الإنسان لما سمح بحرية العبادات. الوثيقة اللي اتنقشت على اسطوانة صينية باسمه اسطوانة كورش، واللي موجودة دلوقتي في المتحف البريطاني. بس ايه حقيقة الشخصية دي؟ وايه حقيقة اللي وصل لنا عنها؟ وايه الدليل على وجودها في التاريخ اصلا؟ الشخصية اللي الفرس عظموها واليهود قدسوها. القصة جت منين؟ كورش الملك الوثني اللي اتكلمت عنه التوراة وسجدت ليه الشعوب وكان محبوب من اليهود. فهل كورش ده ملك حقيقي جه في التاريخ فعلا، ولا قصة اتدست في التوراة؟ ازاي شخصية سلمية بالشكل ده جمعت ما بين السياسة والدين والحكم والمجد وحقق العدل وهو ملك وثني؟ القصة جت منين؟ أول وأشهر مصدر اتكلم عن كورش كان سفر أشعياء، اللي اتذكر فيه كورش الكبير بالاسم، واتقال إن هو مسيح الرب، عشان كده لقبوه بإنه مختار الله. وكمان موجود في سفر عزرا اللي اتحكى فيه بالتفصيل عن قرار رجوع اليهود لأورشليم وبناء الهيكل. بس المصادر دي لوحدها مش كفاية، دي تشكك أكتر ما تثبت. الكلام ده لو كانت هي المصادر الوحيدة، ده في أثر تاريخي مهم اللي اتكلمنا عنه، اسطوانة كورش، واللي هي عبارة عن قطعة طينية مكتوبة بالخط المسماري، واللي حكى فيها كورش بنفسه ازاي دخل بابل وحرر اليهود ورجعهم أورشليم وأمر ببناء الهيكل وسمح بحرية العبادات. بس كل ده بأمر من كورش، يعني هو اللي كتب تاريخه بنفسه. ده غير المؤرخين اللي كتبوا عنه وعن حقبته، وأشهرهم هيرودوت. بس خد بالك، هيرودوت ده مشهور بأن رواياته بتخلط ما بين الحقيقة والأسطورة، يعني تحس إنها كلها مصادر غير حيادية. فيا إما هو من المنظور الديني هو المختار، يا إما المؤرخين لقوه مادة خام عشان يقدموا النموذج المثالي للحاكم، يا إما الاسطوانة اللي هو بنفسه أمر بكتابتها عنه. فكلها مصادر ما يتخدش منها حكم. يعني المشكلة مش في إن كورش كان شخصية حقيقية وموجودة ولا مش موجودة، المشكلة في الصورة اللي اتصدرت عنه. هل هو فعلا كان كده؟ هل هو فعلا كان فاتح سلمي؟ هل هو فعلا أمر بحرية العبادات؟ هل هو فعلا كان منقذ ومحرر اليهود؟ دي دعاية ولا تاريخ؟ أمال لما تسمع اللغز التاني الأكبر هتقول إيه؟ اللغز الأكبر موجود في القرآن الكريم، اللي حكى عن ملك قوي وعادل وصل من مشرق الأرض لمغربها ووحد الممالك وبنى ردم عظيم عشان يحمي البشر من يأجوج ومأجوج. ذو القرنين اللي بنى الردم، وخد لي بالك إنه بنى ردم مش سد، لأن في فرق بين الاتنين. فالسد
في فتحات بتسمح بمرور أي حاجة. أما الردم فهو بناء مصمت لا في منفذ ولا مخرج. طول السنين المؤرخين وأهل الدين والتفسير بيدوروا في التاريخ مين هو ذو القرنين، لحد ما وصلوا إن هو ممكن يكون الإسكندر الأكبر، اللي اتفق في بعض الصفات مع ذو القرنين بس ما كانش مواصفاته بالكامل زي ذو القرنين. أولا كان وثني، ثانيا كان دموي. الإسكندر عمل فتوحات عظيمة جمع كنوز الأرض، بس في فرق كبير بينهم واضح. فمين في التاريخ حقق المجد والعدل ووصل لحد مكان الردم اللي مملكته وصلت لحد حدود روسيا في الشمال؟ فاكرين لما قلنا ان حدود مملكة كورش وصلت من اول قلب العراق جنوبا لحد حدود روسيا شمالا؟ معقولة يكون كورش هو ذو القرنين؟ كورش اللي كان بيدخل يفتح البلاد بالسلم والأمان ويعطي أهلها الأمان ويفتحها من غير ما يخربها. ده غير إن في بعض النقوش كانت بتظهره بتاج فيه شبه قرنين. بس مش كورش كان وثني برضو، يعني احنا لو استبعدنا الإسكندر الأكبر عشان كان وثني فكورش برضو وثني. بما إن كورش كان فارسي وأغلب الفرس في الوقت ده كانوا وثنيين، كورش يعتبر وثني بس مش بالمعنى اللي احنا نعرفه. يعني ما كانش بيعبد أي تماثيل بشكل عشوائي، لكنه في نفس الوقت ما كانش موحد على الديانة الإبراهيمية. ما بيعبدش دين معين ولا تبع الإسلام ولا تبع اليهودية ولا تبع النصرانية، بس برضو ما حاربش الأديان دي. يعني فعلا ممكن يكون كورش هو ذو القرنين، ولا ده مجرد تشابه؟ يعني لو كان أول ملوك بني إسرائيل هو شاول في التلمود، واللي بيتفق حسب كلام المؤرخين وأهل الدين والتفسير مع طالوت في القرآن الكريم، ممكن يبقى كورش الكبير هو ذو القرنين؟ ولا احنا بنحاول نركب الشخصيات مع أي نصوص دينية عشان نلاقي إجابة؟ ودلوقتي الحكم ليك انت لوحدك. بعد كل اللي احنا قلناه، انت شايف ان كورش الكبير منقذ اليهود ممكن يكون هو ذو القرنين، ولا لكل واحد فيهم قصة مختلفة عن التاني؟ استنوني في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريهام. سلام.